تعرف ايه الفرق ما بين معادلة صم ومعادلة صم برودكت؟ ايه ده؟ ما تعرفش؟ طب يلا انا هعرفك. دلوقتي عندي مجموعة من المنتجات والكميات المباعة منها وسعر الوحدة، ومطلوب مني ان انا اعرف التوتال سيلز. طبعا لو انا واحد مبتدئ هاجي هنا كده وأقوم جاي كاتب توتال سيلز، وهاجي هنا اقول يساوي ده في ده او الكوانتيتي في اليونت برايس، وأقوم جاي عامل هنا كده اوتو فيل واظبط الفورمات كده، واقوم جاي مجمعها بهذا الشكل وادوس انتر. ممكن اعمل بقى كده كوما ستايل علشان نسهل القراءه، وفي الاخر هعرف ان التوتال سيلز 24353. ولكن جه واحد جنبي قرر ان هو يقول لي اللي انا بعمله ده غلط او بيضيع وقت كتير، فجه هنا لقيته عمل حاجه عجيبه جدا. جه هنا قال لي احنا هنجمع عمود الكوانتيتي ونضربه في اجمالي اليونت برايس. فجه هنا كده قال لي يساوي صم، وقام جاي مجمع الارقام دي كده وقفل البراكت، وقام جاي عامل في صم تاني واخترنا الارقام دي وقفلنا البراكت وداس انتر. طبعا بعد ما عملت الكوما ستايل وظبطت الرقم طلع رقم لا يمكن ان هو يبقى صح، 180,000، على الرغم من ان الخطوات دي طويله الى ان الناتج طلع صح، بس اللي هو عمله ده الناتج غلط. طيب هنعمل ايه لو انا عايزها بسرعه جدا؟ هستخدم معادله sum product اللي هي بدورها هتضرب الكوانتيتي في اليونت برايس وتجمع في الاخر الاجمالي. بتشتغل على حاجه اسمها الرو ليفل. فهاجي هنا كده واقول يساوي sum product واقوم جاي مختارها كده. كل اللي انا هعمله ان انا اختار array 1 اللي هو ده، واقوم جاي عامل كوما واختار الاري التاني واقوم جاي دايس انتر، وبكده الناتج طلع مطابق لده. ممكن بقى نظبط الفورمات، وبكده اكون طلعت التوتال سيلز. شفت قد ايه الفرق كبير ما بينهم؟ ودول معادلتين من ضمن معادلات كتيرة قوي موجودة في كورس احتراف المعادلات موجود على منصة اكسل ماسترز، والكورس نفسه موجود من ضمن كورسات كتيرة قوي تبدأ تعلمك الاكسل من الصفر لحد ليفل الاي اي. كمان تتعلم باور بي اي وبايثون وباور اوتوميت وبرامج تانية كتيرة قوي هتخلي مستواك في السماء. اكتب لي في الكومنتات تفاصيل عشان ابعت لك تفاصيل الاشتراك السنوي.